السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ فيفو في 60 الموبايل اللي فيفو بتختم بيه سنه 2025 ختمه معلمين. اول مره امسك موبايل احس ان هو متكامل في الفئه اللي هينزل فيها، وزي ما انتم متعودين اسيب لكم السعر تحت في صندوق الوصف او في الكومنت المثبت، وانت طالع هتلاقي زرار اللايك والاشتراك، يا ريت تضغط عليهم. الفي 60 من فيفو موبايل متكامل في فئته السعريه، بيقدم توليفه ما خدتهاش ولا هاخدها في سنه 25. كاميرات، اداء، بطاريه، شحن سريع، شاشه، كل حاجه بصراحه متوازنه في الموبايل ده، وزي ما انت حابب وزي ما انا حابب وزي ما كلنا حابين. عندي تعليق وحيد على حاجه هنا في الموبايل هتعرفها معايا اثناء الفيديو، وغير كده ما عنديش اي حاجه غير ان احنا نبدا حالا. خلينا نبدا بالكاميرات. والطبيعي اول ما بتمسك الموبايل في ايديك الديزاين بيشدك، ولكن علامه زايس هتشدك اكتر الموجوده على سيت اب الكاميرات. فيفو في 60 جايب 4 كاميرات، 3 اللي ورا وكاميرا السيلفي، كلهم بعدسات من زايس. متحمس جدا اوريك تفاصيل الصور لان التفاصيل هنا غير، وحقيقي الموبايل ده المفروض يتقال له تفاصيل اجمل بكتير بوجودك فيه. بس بقى عشان حماي ما يزعلش، عندنا ورا 3 كاميرات اجمد من بعض. الاساسيه بتيجي 50 ميجا بكسل اف 1.9 وبتدعم التثبيت البصري الحقيقي الاو اي اس، وجايب مستشعر من سوني اي ام اكس 766. العدسه الثانيه معانا هي عدسه سوبر تيليفوتو اللي جايب دقه 50 ميجا بكسل، جايه بمستشعر اي ام اكس 882، وده اللي موجود في اخوك كبير الاكس 200، وبتديك 3 اكس اوبتيكال زوم حقيقي مع 100 اكس ديجيتال زوم. والكاميرا دي هنرغي فيها كتير وهقول لك كل تفاصيلها وتركاتها وخباياها، فتاكد ان انت مكمل الفيديو. عندنا العدسه الثالثه الالترا وايد 8 ميجا بكسل للتصوير بزاويه واسعه، وزي ما قلت لك الثلاث كاميرات من زايس، وعندك كاميرا السيلفي 50 ميجا بكسل هي كمان من زايس. بص يا سيدي، الكاميرا الاساسيه عظمه وتمام التمام، هتديك صور احترافيه وجمدان وتفاصيلها حلوه وكل حاجه زي الفل بالنهار، تفاصيلها كتير واضاءتها ممتازه. لكن تعالى بقى للعدسه اللي انت رايح تشتري الموبايل عشانها، وهي دي اللي انا بقول لك من الاخر ما ينفعش لو انت رايح تجيب موبايل كاميرات تخرج بره الفيفو في 60. طالما قلنا العدسات من زايس، فانت عندك هنا طبعا كل الابعاد البؤريه اللي بيستخدمها المصورين المحترفين في تصوير البورتريه. هتاخد البعد البؤري ال 35 مللي، وده مشهور جدا في تصوير البورتريه وخاصه الافراح. هتاخد البعد البؤري الاشهر منه ال 85 اللي بيديك تفاصيل رهيبه وعزل فوق الممتاز. خد بقى علي لك الليفل شويه، هتلاقي كمان البعد البؤري ال 100 مللي، وده اللي هيديك شويه يعني انا مش عارف اقول لك ايه والله. بص صور الفرح دي عامله ازاي متصوره بالفيفو. معلش مع احترامي ليك، باركن كاميرتك الاحترافيه على جنب وشوف التفاصيل انت بنفسك. عشان توصل للتفاصيل دي بكاميرا احترافيه هتدفع واحد وجنبها مش اقل من 5 اصفار، بس انت لازم تعرف وانت شايف بعينيك الصور عامله ازاي. حقيقي الكاميرات هنا مبهره لدرجه ان الفي 60 ما اداش فرصه للمنافسين ان هم يجوا في الكاميرات، وده لان عدسات زايس مدياهم مساحه يبدعوا في السوفت وير كمان. فبالتالي هتلاقي تطبيق الكاميرا غني جدا جدا ومليان مميزات. هتلاقي كل الفلاتر بكل الالوان وبتطلع صح 10 على 10 ولا غبار عليها، ومش هتخليك تلجأ لبرامج طرف ثالث عشان تاخد فلاتر معينه واوضاع بورتريه معينه واوضاع تجميل. كل حاجه موجوده على تطبيق الكاميرا نفسه. ده غير طبعا افكتات العزل المختلفه للاضاءه في الخلفيه. كل المميزات واوضاع البورتريه والحبشتكنات الجامده دي كلها بتظهر لك اول ما بتضغط على عدسه زايس في تطبيق الكاميرا. ده غير بقى السحر اللي موجود في الاي اي 4 سيزون بورتريه. فصول السنه الاربعه بيعدوا عليك بضغطه زرار، زي ما انت شايف، صيف شتاء ربيع خريف كله زي الفل. وخليني اقول لك ان الاي اي هنا في الكاميرات وفي تطبيق الاستوديو نفسه بطعم اي اي فلاجشيب. على سبيل المثال عندك الابجريد من الاي اي اريز الفيرجن الثالث، وعندك الاي اي ريموف ريفليكشن اللي هيشيل لك اي انعكاس من على ازاز، وطوروا حاجه حلوه قوي برده في كاميرا السيلفي لو انت بتتصور وفي انعكاس على نضارتك، ودي معاناه لكل اللي لابسين نضاره. تقدر تمسح تقول لك تقدر تمسح المعاناه، هي معاناه فعلا. تقدر تمسح الريفليكشن من على الازاز وعادي جدا. وعندك كمان ميزه مهمه قوي لبعض الناس، وهي الاي اي ايمج اكسباندر، ودي اللي بتوسع الكادر بتاعك وبتملى لك الزيادات برضو عن طريق الاي اي. وعندك الاي اي ماجيك موف، وده اللي مش هيخليك تلقط صوره وتقول ما لحقتش. تصور طياره، بتصور عصافير في وضع معين والوضع ما عجبكش، هاتهم حطهم في المكان اللي انت عايزه والاي اي هيقوم بالواجب. وما فيش حاجه اسمها الصوره مهزوزه او مبكسله، والكلام ده كله مش موجود مع الفيفو في 60 لان انت عندك الاي اي فوتو انهانس. خد عندك كمان الفيفو في 60 بيدعم تصوير الفيديو بالكاميرا الاماميه والخلفيه بكواليتي بتوصل ل 4K 30 اطار في الثانيه. دي تجربه تصوير الفيديو بكواليتي 4K بالفيفو في 60، تجربه ممتازه جدا، ثبات رهيب، تفاصيل تحفه. ودي تجربه تصوير الفيديو بكواليتي 4K بالفيفو في 60. الى حد كبير الالوان ممتازه والتفاصيل رهيبه، ولكن حاسس ان احنا فقدنا التثبيت سيكا. وعندك كمان الاورا لايت اتطور بشكل كبير عشان يساعدك تاخد صورك الرايقه الجميله بالاضاءه بتاعته الناعمه الاحترافيه. سيلفي كمان زي ما قلت لك 50 ميجا بكسل بعدسه من زايس، صور بالنهار مليانه تفاصيل حلوه جدا، الوانها متشبعه. لما حد يشوف صورك بكاميرا السيلفي هيفتكر انت متصور بموبايل غالي قوي حبتين 3 4 5 6. انا اللي بيعجبني فيفو انها بتراعي التفاصيل، جالك بعدسه سيلفي وايد 92 درجه عشان لو انتوا بتتصوروا في مجموعه
اللي بيصوركم ما يطلعش اخر الشارع وانتوا تبانوا بلورد في الاخر. لا يا باشا، تصور وانت واقف جنبهم عادي جدا والكادر يسعمر حبايب الف. انا الصراحه من كتر اعجابي بالموبايل ده عامل لك فيديو للكاميرات، فاستا ان انا اوريدي شغال عليه، واللي بيخليني ما بوفيش بوعدي احيانا ان الوقت ما بيكونش في صالحي، بس حرفيا انا اوريدي شغال على فيديو الكاميرات. الكاميرات فيها كلام كتير قوي اكتر من اللي احنا بنقوله ده بكتير، وهشرح لك بقى ازاي فصول السنه بتشتغل والاي اي والكلام ده كله، هشرحه لك بالتفصيل في فيديو مخصص. فالضمان ان انت تشوف الفيديو ده ان انت لازم تشترك وتفعل زر الجرس ان شاء الله، عشان اول ما ينزل تكون اول واحد يشوفه. تعالى في الجزء ده نتكلم عن الديزاين اللي الصراحه مبهر جدا جدا، وديزاين اشبه بديزاين الكبار. اللون اللي معاه هيخطفك من اول ما تشوفه هو الديزرت جولد. كل حاجه في الموبايل سيمتريه، فريم الكاميرات جولد، فريم الموبايل نفسه جولد، كلمه فيفو كده بتديك انعكاس جولد، فكل حاجه جولد في جولد، والظهر ده مصنوع من الازاز المقوى. عندك الفريم هنا من البلاستيك بس فريم محمي بطريقه كويسه، وفي وسائد حمايه من جوه بحيث ان هو لو وقع منك الموبايل ما يحصلوش اي حاجه. لو بصيت على الموبايل من فوق هتلاقي مستشعر الانفراريد اللي انا بفضله جدا في الموبايل اللي انا بستخدمه، وعندك المايك الثانوي، وعندك فتحات السماعات الاستيريو، ومن تحت هتلاقي منفذ سي ودرج شرايح بيشيل شريحتين بس، الموبايل ما بيدعمش كارت ميموري، وعندك السماعه الاساسيه والمايكات الاساسيه. في لون تاني جراي من الفي 60، بس انا عن نفسي الديزرت جولد خاطفني بصراحه. سيت اب الكاميرات هنا اول ما تشوفه هتلاقيه جاي على درجتين. طبعا البروز ده بيقلق بعض الناس وخاصه اللي بيحبوا التصوير فبيخافوا على العدسه، ولكن فيفو حاط لك جراب سيمتري جدا برده بلون جولد. طبعا اول ما بتركبه البروز ده بيختفي تماما، وفي شفه بسيطه كده عشان تسند الموبايل عليها. الموبايل اول ما تمسكه في ايديك هتستغرب ان هو جاي سليم بالطريقه دي، وخاصه ببطاريه عملاقه هقول لك عليها في وقتها. وفيفو في 60 جايب اعلى معيار حمايه اي بي 68 والاي بي 69، واللي بيدعم التصوير تحت المايه بعمق 2 متر لمده نص ساعه بوضع الاندر ووتر مود. الموبايل مسكته في الايد فخمه، والموبايل في منتهى الشياكه، وخاصه لوجو زايس اللي على العدسات. شاشه الفيفو في 60 بتيجي اموليد بحجم 6.77 بوصه، فول اتش دي بلس 120 هرتز معدل تحديث، والشاشه بتدعم خاصيه الاتش دي ار 10 بلس عشان تاخد افضل تباين ممكن بين الهايلايتس والشادو في الفيديو اللي انت بتتفرج عليه او في الصوره. شاشه الفيفو في 60 محميه بطبقه حمايه مصنوعه من الالماس، وطبعا جايه من شركه المانيه سكوت سنسيشن كور. شاشه مقاومه للخدش بشكل كبير جدا وللوقعات، يعني انا الموبايل سبته اكتر من مره الاستوديو بيقع، سبته اكتر من مره، الشاشه ما حصلهاش اي حاجه زي ما انتم شايفين. طبقة الحماية المصنوعة من الألماس مسطحة، والشاشة واخدة كيرفات بسيطة جدا جدا ممكن انت نفسك ما تاخدش بالك منها. سطوع الشاشة الفعلي 1500 نتس، وبيوصل تحت أشعة الشمس المباشرة ل 5000 نتس، فانت تحت الشمس هتشوف يعني هتشوف. هتاخد تجربة مشاهدة واستماع رهيبة بفضل السماعات الاستيريو، الحقيقة صوتها مجسم ونقي والسراوند، والصوت هنا يحترم. تجربة الألوان وانت بتتفرج هتعجبك، والألوان دقيقة جدا لأنها بتدعم البي 3. في 60 جايب بصمة تحت الشاشة في منتهى السرعة والدقة. معاك يا سيدي في الفيفو في 60 بطارية 6500 ملي أمبير بتقنية البلو فولت، 4 سنين معاك بنفس الكفاءة كأنك مشتري الموبايل امبارح. أدائها ممتاز جدا على مستوى المهام الخفيفة والمتوسطة، هتكمل معاك اليوم مستريح، وممكن كمان تشحنها تاني يوم في نص اليوم. وفي الأداء التقيل هتسد معاك وهتكمل معاك اليوم. الناس اللي عايزة تفاصيل أرقام، أنت تقدر تلعب على الفيفو في 60 بالبطارية 6500 ملي أمبير بتاعته 10 ساعات ببجي متواصلين، تقدر تتفرج على يوتيوب لمدة 22 ساعة متواصلين، وكل ده بشحنة واحدة. يا سيدي لقيت موبايلك 1% ل 1% من بطارية الفيفو في 60 تديك نص ساعة مكالمات. بطارية الفيفو في 60 بتدعم الشحن السريع بقدرة 90 واط، والشاحن السريع جاي معاه في العلبة، ودي من الحاجات المميزة اللي أنا بكون مبسوط إن فيفو بتقدمها في علبتها. الشاحن لوحده ده برقم، يعني ممكن يعدي 3000 جنيه أصلا، فكون إن هو ينزل لك الفاليو دي مع الموبايل فدي حاجة تحترم بصراحة. بال 90 واط دول هتحط موبايلك على الشاحن لمدة 5 دقايق هتاخد 10%، و30 دقيقة بس عشان يوصلوك الموبايل ل 56%، أما ال 57 دقيقة فهم وقت شحن البطارية من 0 لحد 100%. خلينا في الجزء ده نتكلم عن الأداء. فيفو في 60 جايب معالج جديد كلية من كوالكوم، سناب دراجون 7 جين 4 4 نانومتر، والداعم لخدمات ال 5G. والحقيقة على مستوى المهام الخفيفة والمتوسطة طيارة، ومفيش أي مشكلة مع ال 120 هرتز بتوع الشاشة، احتفاظ بالتطبيقات في الخلفيه، التصفح، كل حاجه ماشيه بيرفكت. وفي المهام التقيله مثلا على ببجي هتاخد 60 فريم مستقرين، 3 ساعات لعب متواصلين، مفيش فريم بيحصل له دروب. زي ما قلت لك الفريمات ثابته 60 فريم ده وانت بتلعب على الاتش دي ار جرافيك مع الاكستريم فريم ريت. اما لو رحت على لعبه زي موبايل ليجندز فانت هتلعب على 90 فريم مستقرين وثابتين برده 3 ساعات، الموبايل ما بيحصلوش اي حاجه معاك، مفيش فريم بيحصل له دروب واحد.
الموبايل تقريبا شبه ما بيسخنش اثناء اللعب واثناء التجربه واثناء التصوير، لان فيفو هنا مستخدمه نظام تبريد ذكي جدا بيساعد على تبريد الموبايل اول باول، فما تحسش بالحراره بتتسرب لايديك، وده عكس توقعاتي لان الظهر اصلا جاي من الازاز. فيفو في 60 بيجي بنسختين 12 جيجا رام ده اساسي مع 256 او 512 جيجا ذاكره تخزين. الحاجه الوحيده اللي انا خدتها على الموبايل هنا هي نوع الذاكره UFS 2.2، على الاقل في العظمه دي كان نفسي اشوفها 3.0. الموبايل بيطلع من علبته بواجهه فيفو المميزه الفان تاتش OS 15 والمبنيه على اندرويد 15. ناس كتير قوي بتسالني على التحديثات، فانت هتاخد 4 سنين تحديثات نظام و6 سنين تحديثات امنيه. وخليني اقول لك ان الفان تاتش OS مدعومه بالكامل بالذكاء الاصطناعي، وهتاخد كمان تجربه مساعد شخصي من جوجل وهو جيميناي، وبالتالي هتستمتع بكل مميزات الذكاء الاصطناعي برضه في جيميناي لايف. ولو هنتكلم عن الشبكات، فالشبكات هنا رهيبه جدا حتى في اضعف الاماكن اللي فيها شبكات. فيفو هنا بتستخدم تقنيه اسمها الاي اي سوبر لينك، ودي بتديك تجربه شبكات شبه ما بتفصلش. الفي 60 بيدعم شريحتين فيزيكال عادي جدا وبيدعم الاي سيم. دي كانت كل حاجه عن الفيفو في 60. مستني اعرف رايك في الموبايل ده، وهل هو ده فعلا زي ما انا بقول الموبايل المثالي في فئته السعريه الفئه المتوسطه العليا، ولا عندك راي تاني؟ نحب نشوف كل الاراء في الكومنتات. ما تنسانيش من لايك، كلمتين، اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وانزل بص على السعر في الكومنت المثبت او في صندوق الوصف، وتابعني على انستجرام وتيك توك لان في عظمه بتحصل هناك، كواليس بقى ويوميات وحاجات حلوه جدا. سيبكم في حفظ الله ورعايته، وعلى اللقاء باذن الله تعالى في فيديوهات كتير. سلام.